المختلف والجديد في مسلسل اللعبة الجزء الخامس بعد عرض 6 حلقات، وهل هم عالجوا المشاكل بتاعة الأجزاء اللي قبل كده، وإيه هي الإيجابيات بتاعة الجزء الخامس. ومسلسل اللعبة من بطولة فريق مازو اللي هو هشام ماجد ومي كساب وأحمد فتحي وأوتاكا ومحمد عمرو الليثي، وفريق وسيم اللي بيتكون من شيكو وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارف عبد الرسول ومحمد ثروت. والاختلاف بتاع الجزء ده عن الأربع أجزاء اللي قبل كده إن إحنا عرفنا مين هو اللعبة من أول حلقة اللي هو أشرف عبد الباقي. دايما كانت مفاجأة مين صاحب اللعبة بتحصل في الحلقة الأخيرة، زي كان موجود أحمد فهمي ومحمد عبد الرحمن توتة وشريف رمزي وتقريبا كان كريم فهمي. ولكن أنا أكتر حلقة حبيتها لصاحب اللعبة كانت حلقة أحمد فهمي، وده تقريبا كان أول جزء في مسلسل اللعبة خالص. بقية الناس اللي جت يعني أنا حسيت قبل كده إن محمد عبد الرحمن توتة لا يعني المفاجأة بتاعته مش قوية، الواحد كان منتظر نجم أو مفاجأة أكبر من كده. لكن بالنسبة لي كانت اللي كانت أحلى حلقة في الأربع أجزاء أو في الخمس أجزاء بتوع اللعبة كانت حلقة أحمد فهمي. وبعتذر لو في مشكلة في صوتي أو في مخارج الحروف عشان عندي برد بقالي أسبوع، دور البرد حبني لدرجة إن هو مش عايز يسيبني، عشان الناس بس لو حست إن في حاجة متغيرة. وقبل ما نخش على الإيجابيات والسلبيات بتاعت مسلسل اللعبة الجزء الخامس، أنا بحس إن مسلسل اللعبة بيوصل للجمهور مرتين زي الجزء الرابع اللي نزل في 2023، إن هو تقريبا بينزل على المنصات قبل رمضان ب7 8 شهور. بعد كده لما قناة MBC بتحس إن هي ما عندهاش محتوى فبتنزل المسلسل تاني في رمضان. وانا فاكر السنه دي نزل مسلسل اللعبه، كان مسلسل تاني كان من بطوله محمد عبد الرحمن توته ومحمد سلام، والمسلسلين كانوا مسلسلات قديمه بس هي اتعرضت في رمضان، وكان لاغلب الجمهور هم اول مره يتفرجوا على المسلسلين. فانا حاسس ان الجزء الخامس لحد دلوقتي هو نفس الفكره، يعني هو كل ردود الفعل اللي موجوده على السوشيال ميديا دي ما تجيش 20% او 30% من بقيه جمهور اللعبه. وانا مش فاهم ليه ان هو ما اتعرضش على التلفزيون مع المنصات، ان كده كده هو بينزل كانه بيتعرض على التلفزيون عادي، ان هو 5 حلقات من يوم السبت ليوم الاربعاء، عشان اغلب الجمهور وخصوصا في مصر ما بيعرفش يوصل للمسلسلات بسبب كذا مشكله. اول مشكله ان الانترنت عندنا محدود، فممكن ناس تقولك مش هخلص النت على مسلسل، في ناس ما بتعرفش او الناس الكبيره مش هتعرف تشترك على المنصات دي، او لو حد عارف يشترك على المنصات دي مش قادر يدفع الفلوس ومش عارف يوصلها بطريقه غير شرعيه، عشان كده المسلسل بيوصل للجمهور متاخر شويه. وقبل ما اصور اتاكدت ان مسلسل اللعبه ما بيتعرضش على التلفزيون، ان انا قلت يمكن MBC مصر بقى عرضت المسلسل وانا مش واخد بالي عشان مش متابع جيد للتلفزيون، ولكن لا، ان هو المسلسل بيتعرض على المنصه بس. والجزء الخامس ما حصلش فيه اي تغيير قوي عن بقيه الاربع اجزاء اللي فاتوا، ولكن هو تقريبا اي حد كان تخين في المسلسل ده في الاربع اجزاء اللي فاتوا هو خس، يعني مي كساب خست، ابن وسيم خس، الوحيد اللي لسه ما خسش هو شيكو. وطبعا زاد ان اشرف عبد الباقي او صاحب اللعبه هو ظهر من اول حلقه. ونيجي بقى للايجابيات بتاعه مسلسل اللعبه الجزء الخامس، والمسلسل ما فيهوش ايجابيات قوي ولكن المسلسل لذيذ، يعني انت مش هتحس ان انت بتضحك جامد جدا، ودي بسبب مشكله هنجيلها كمان شويه. ولكن زي ما قلت لكم قبل كده ان المسلسل ده هو بيناسب جميع الفئات، يعني انت هتلاقي الاطفال الصغيره بتحب تتفرج عليه والناس الكبيره، فهو لامم شعبيه جامده جدا حتى لو هو مش اقوى حاجه في الكوميدي. ومسلسل اللعبه من المسلسلات الكوميديه القليله اللي نزلت في مصر اخر فتره، ان ممكن عادي الاطفال والناس الكبيره تتفرج عليه، يعني ممكن في مسلسل كوميدي اقول للناس الكبيره تتفرج عليه عادي، لكن ما انصحش لو حد عنده اطفال يشوفوا المسلسل ده. ومش عارف ليه عندي احساس، مش عارف هل هو ده صح ولا غلط، ولكن حاسس ان شيكو مشاهده بقت 3 اضعاف مشاهد هشام ماجد. يعني كانت في الاجزاء اللي قبل كده انت بتحس ان ده ليه لاين بمشاهد والتاني ليه لاين بمشاهد، تحس ان هم قريبين من بعض. الجزء ده انا حاسس ان انا شفت شيكو اكتر ما شفت هشام ماجد بكتير، وده يمكن على فكره من الاسباب اللي الناس من تيم مازو ما حبتش لحد دلوقتي المسلسل، حاسه ان المسلسل لسه ما دخلش في الاجواء زي الاجزاء اللي قبل كده. وده طبعا لسه بدري ان هو عدى 6 حلقات والمسلسل 30 حلقه، حاجه مش مبشره قوي ان هو عدى خلاص تقريبا ربع المسلسل، ولكن انا متوقع ان هي ممكن الدنيا تتظبط بعد كده. ومن السلبيات برضو اللي انا شايفها ان في الجزء الخامس عملوا عالمين، عالم لشيكو اللي هو في القريه وهنجيله ده كمان شويه عشان ده كارثي، والعالم بتاع هشام ماجد اللي هو في الشركه اللي بيقعدوا يجربوا فيها حاجات على الناس. انا حاسس ان هم كانوا عايزين يعملوا تغيير في المسلسل ده او في الجزء ده، فكانوا عايزين يبعدوا الاثنين عن بعض شويه، ان ده يبقى ليه لاين خاص بيه، هم بيتجمعوا بس في يعني في المشاكل بتاعه اللعبه او المشاهد بتاعه اللعبه اللي هي قليله، ويبقى ليه كل واحد لاين في الكوميديا بتاعته او في الخط بتاعه. انا حاسس اللاين بتاع هشام ماجد اللي هو في الشركه اللي بيتجربوا عليها حاجات ومش عارف ايه، وحد بينط من باراشوت من فوق العماره وبيقع يموت والحاجات
دي، انا حاسس ان اللاين ده دمه مش خفيف، خصوصا ان هم الناس اللي موجوده قليلين. يعني هو اللي في الشركه مفيش غير احمد فتحي برضو اللي انت كده كده متعود عليه، وصاحب الشركه او اللي هو المسؤول عن الشركه ده، الراجل ده بيحاول يطلع بحاجه، ولكن انا حاسس برضو ان اللاين ده واقع جدا. مع ان اللاين اللي هو عندهم اختراعات بتتجرب على الناس والحاجات دي، انا حاسس ان هو كان ممكن يطلع منها ضحك اكتر بكتير. ويمكن ده عشان هو موجود احمد فتحي، لو كان في ناس كتيره كوميديانات كانوا موجودين في الشركه بيتجرب عليهم الحاجات دي، كان ممكن يبقى الضحك اكتر من كده. نيجي بقى الكارثه بتاعه القريه، ان هم مطلعين شيكو من الحلقه الثانيه ولا الثالثه لحد دلوقتي الحلقه السادسه ان هو راح القريه دي على اساس ان هو يبقى مسؤول، وهم بيضحكوا عليه اللي هو محمد ثروت عشان بيطلعوا اثار من القريه وكل الحاجات دي. انا حاسس ان هو ده بقى اللاين ده كله ما فيهوش اي ضحك. هل لو كان في ممثلين اتغيروا وكان ممكن تطلع حاجه مختلفه؟ لا، انا حاسس ان هي الكتابه اصلا مش هتودي اللاين ده في حته. ممكن بعد كده يبتدي يظهر حاجه او تظهر كوميديا، ولكن لحد دلوقتي انا حاسس لا، الدنيا بور منهم بصراحه. مع ان ظهر في القريه 2 ممثلين جداد وهم المفروض كوميديانات، ولكن ما لهمش لحد دلوقتي اي تاثير. اول واحد هو حجاج عبد العظيم. حجاج عبد العظيم كان زمان بيضحكني ان هو كان عامل حاجات جامده. الدور ده في مسلسل اللعبه هو مشاهده قليله، ما ضافش اي حاجه. يعني هو حتى الحاجات اللي بيحاول يضحك فيها بالنسبه لي ما وصلتليش قوي. واحمد بيلا الممثل ده انا يعني كنت بحبه في مسلسل عين سحريه، وكنت مستني ايه الحاجه اللي بعد كده بقى هيبتدي ايه يخش في الاجواء، ايه الادوار الكوميديه اللي بعد كده اللي هيعملها. ولا اي حاجه في مسلسل اللعبه، الدنيا ميته معاه خالص. هو برده مشاهده قليله وبيحاول، ولكن تحس ان هو مش مكتوب له اي دور، هو بيطلع يقول كلمات او جمل عاديه، ولا هتبين ان هو كوميديان ولا لا. وانا كانت في حاجه في دماغي كان نفسي تحصل قوي، بس انا مش عارف دي هتبقى حلوه للجمهور بتاع مسلسل اللعبه ولا لا، عشان انا مش من كبار محبين مسلسل اللعبه بصراحه. يعني انا ممكن اتفرج لو في جزء او حلقات عجبتني بتفرج، حلقات قلشت ما بتفرجش، مش ان انا باجي على نفسي عشان اتفرج على الحلقات. واللي كان نفسي فيه بصراحه ان الفرق تتغير. يعني انا كنت شايف ان احمد فتحي ومحمد ثروت وسامي مغاوري وعارف عبد الرسول الاربعه مع محمد عمرو الليثي، انا حاسس ان هو كانوا محتاجين دماء عن كده. ان انت عرفت خلاص اخر احمد فتحي، ان انت متخيل مسلسل اللعبه هم بالجزء ده 150 حلقه، فانت بتتفرج على 150 حلقه من كوميديا احمد فتحي اللي هي ما بتتغيرش. ممكن في اجزاء تلاقي الدور بتاعه مكتوب حلو، ممكن في مشاهد يضحكك، وممكن في اجزاء تانية الدنيا بتخيش. نفس الكلام محمد ثروت، فاهمني، سامي مغاوري، محمد عمرو الليثي، هو كده كده دوره صغير ان هو ما بيدخلش معاهم في الكوميديا قوي. فانا كنت حاسس ان التيم ده محتاج كوميديانات جديده بطرق مختلفه، او حتى المشاكل بتاعتهم تبقى مختلفه. بدل ما هو يبقى مثلا تيم مازو اللي معاه اغبياء، لو هو جاب ناس عندهم مشاكل مختلفه عن اللي هم اغبياء بس، انا حاسس ان ده كان هيفرق جدا في المسلسل. بس انا شايف ان هو ممكن يبقى في ناس، بس مش عارف ده بقى الحقيقي ولا لا، ان انا ما ناقشتش الكلام ده مع حد، انما ممكن تكون ناس حابه مسلسل لعبه بالفرق الثابته، هي مش عايزه تغيير فرق، هي عايزه فرقه وسيم نفس الناس، عارفه عبد الرسول بسامي مغاوري، والفريق بتاع مازو ثابت باحمد فتحي ومحمد عمرو الليثي والناس دي. ده نخليه سؤال للحلقة. لو انت موافقني الرأي ان في عناصر من فريق مازو وسيم محتاجين يتغيروا، ايه النجوم او مين الكوميديانات اللي انت نفسك تشوفهم في مسلسل اللعب؟ ويمكن رأيي من تغيير الممثلين في الفرقتين ده ناتج من ان انا خلاص ما بقتش بستحمل الكوميديا بتاعت احمد فتحي ومحمد ثروت في العموم. يعني هما الاتنين دول بالذات هم قعدوا مع بيومي فؤاد تقريبا 8 سنين او 9 سنين هم بيقدموا نفس الحاجه. محمد ثروت مقتنع ان هو بيعمل حاجه مختلفه في كل مسلسل وفي كل فيلم، بس انا حاسس ان هي ما بيحاولش يغير اي حاجه. ممكن عشان كده مديني احساس ان انا خلاص زهقت يا جدعان، عايزين حاجه مختلفه. حتى في العموم ممكن لو عملوا حاجه بره مسلسل لعبه ما بقتش مستحمل الكوميديا بتاعتها. والجزء ده من مسلسل لعبه عشان نبقى متفقين، انا هتفرج على حلقتين كمان. انا اصلا مصور الحلقه دي متاخر وكنت هنزلها بعد الحلقه الخامسه، بس عشان كنت تعبان قلت هتفرج على الحلقه السادسه واشوف ايه اللي هيحصل. فانا هتفرج على حلقتين كمان، لقيتهم لسه مستمرين او لحد الحلقه العاشره لسه مستمرين في القريه ومش ناويين يخرجوا منها. ما انا حاسين ان هم دي هتستمر مثلا للحلقه ال20 ولا الحلقه ال15، انا هنسحب من المسلسل ده. ممكن ارجع له بعد حوار القريه والشركه اللي بيجربوا فيها الحاجات دي، ان انا حاسس ان ده مش هيوصلنا لحاجه في الاخر، ان الكوميديا دي مش بتاعتي قوي. ولكن لو حسيت من الحلقه الجايه ولا اللي بعدها الدنيا ابتدت تسخن اكتر، انا هكمل المسلسل ده عادي جدا. عشان انت متخيل ان الافيه الوحيد اللي في القريه بقاله 4 حلقات ولا 5 حلقات ان القريه كلها بتاكل كتير، ان هم من ساعه من اول ما بيصحوا لحد لما بيناموا هم بياكلوا بس. فانا حاسس ان هو مفيش اي افيه مختلف بقاله 4 5 حلقات. وتقييمي الاولي لمسلسل اللعبه الجزء الخامس لحد دلوقتي هو 6 من 10. لو كملت المسلسل ده للاخر هيبقى لينا كلام تاني، لكن لحد الان او لحد ربع المسلسل دلوقتي هو 6 من 10
حلو قوي عليه. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتعمل لنا فولو على القناه بتاعه الواتساب والانستجرام، عشان قناه الواتساب بننزل فيها الحصريات قبل الحلقه ما تنزل بيوم، ولو في مشكله او في اي حاجه بننزلها عليها. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد.